اوكي، بما انه موسم كروي وكده فانا حبيت اتكلم شويه عن اعلان بنك سايب، لانه انا برضه احب اقول ان هو سايب مش سيب. مش عارف صح سيب دي جت منين، يعني هل مثلا ده غلطه من الايجنسي ولا كده؟ يعني اشمعنى سيب؟ عشان تفت مع الاغنيه مثلا؟ مش عارف. يعني مثلا لو شفنا هنا مثلا في جوجل كده فنسمع سماح بتقول ايه؟ سايب. اهو تاني كده. سايب. المهم انا دورت شويه في الشركه فلقيتني ايه، اسوشيتد مش عارف ارب انترناشونال دي بنك كده، فقلت منطقه بيبقى فرنساوي مثلا، فقمت رايح للبتاع الفرنساوي فشفت السيدة. السيب. يعني برضه ما ينفعش تحول السيب الى سيب. يعني بص اسمع الاوليه بتقولها ازاي. السيدة. يب. المهم مش هي دي المشكله، انا بتخيل برضو الايجنسي بتاعت الاعلانات وهي بتقنع الكلاينت ان هو ازاي ياخدوا الكامبين. يعني قال له بص يا باشا، هو ايه اكتر حاجه شغاله في مصر؟ الكوره. مش محتاجة حاجة يعني. خش في الكوره. طب هتخش تعمل ايه؟ ما نخش في الكوره. واحد مثلا عاقل في الوسط الناس بيتكلم، يا اخوانا لو عملنا ماركت ريسيرش هنعرف ان الشعب المصري حساب البنك عنده حاجه صعبه، يعني مش هيتاثر بكوره. لان انت لو محتاج تشده معاك، يعني مثلا سهل له معاش، عالج له رعاش، قسط له قبل كاش، في حاجه تشده معاك. يعني مثلا لو انت علبه جبنه، فانت تنزل تشتري علبه الجبنه مثلا دعما لهذا النادي، عشان انت بتشجع النادي، عندك انتماء شديد للنادي وكده. حتى الكونسيبت بتاع الكامبين ان هو داخل في شورت الاهلي وفانيله الزمالك. طب انت حتى لو واحد عنده انتماء لحاجه معينه فمش هيحس ان هو مشدود. التارجت اودينس بتاعك عشان يتحرك، عشان يفتح، ياخد يميك ديسيشن ان هو يروح يعمل حساب في بنك معين، محتاجه موضوع اكبر من الكوره شويه. المهم علينا، يعني الاعلان بيبتدي بانه الناس بتقول ايه، بنك سيب ده بنك هو اللي احنا بنتمنى، وان ايه، وعماد متعب والراجل اللي جنبيه ده عشان ماليش في الكوره قوي، فايه داخلين ايه على البنك. وفي واحد من البنك ايه طالعين ايه، هو والواد طالع هو وابنه، فالواد ايه قال لهم ايه ده ناس تقيله ارمينهم الكوره. فجاه بقى في ملعب ما تفهمش ايه برضو الترانزاكشن ما بين انك ترمي له الكوره فهو يبقى في الملعب، يعني عشان نبين ان الشورت وكده طبعا ماشي مش مشكله هنعديها برضه. بيرجع تاني لعماد متعب والراجل اللي جنبه ده، وايه بيشوط الكوره جوه، فبيبص له كده ويخش، اللي هو تعالى نخش نلحق نجيب الكوره قبل ما حد يسب لنا تقريبا. يعني ده المبدا الوحيد اللي يخليك تشوط الكوره جوه البنك. المهم فبيخش جوه فيلاقي مين وقف لهم الكوره، بيبو غالبا. وما تفهمش برضو كونسبت ان البنك راعي الكوره في مصر. يعني هل مثلا اللي بيخلص كوره بيروح يشتغل في البنك؟ لان بيبو وجوده في البنك كان طالع كانه مشرف اكتر منه كلاينت في البنك، فالموضوع قلب بقى عندي غريب. بس هو اتاكد لي في الاخر ان فعلا اللي بيخلص كوره بيروح يشتغل في البنك. المهم بيبو شاط لهم الكوره فبقوا في الملعب برضو سبحان الله. معلش مش مشكله، يعني جايز الملعب جنب البنك فالدنيا. المهم الواد اتزحلق على عماد متعب، وعماد متعب نط ما تشنكلش ولا حاجه، يعني راح عماد متعب واخد بلاك. انا اهلاوي الصراحه، بس ده بيبين اكتر ان الحكم مع الاهلي. يعني الواد ما وقعش ولا عمل له حاجه، اتزحلق على الكوره يعني، خد بيلن كده عادي غلاسه. المهم مش دي المشكله برضه، المشكله ان هو شاط الكوره وعصام الحضري صدها، فالمذيع اللي قاعد ده قال جول. جول ايه يا عم، ده صديتها بايده. يعني هو قدامك اهو بيصد الكوره. فالتاني قال له لا جول هي خلاص. انا برضو عصام الحضري كان حارس الاهلي يعني ما تفهمش برضو يعني هل عمال متعب بيشوط كده وخلاص حط الستوري بورد بتاع الاعلان، ما فكرش يجيب جول تاني مثلا يخلي الواد بتاع الزمالك هو اللي يشوط في عصام الحضري، يعني عشان الموضوع يبقى منطقي اكتر شويه. فجاه سبحان الله بنلاقي عصام الحضري جوه البنك. ايه اللي يخليه يصد كوره في البنك وقاعد مستعد؟ بقى في دي حته حلوه جدا. حسن شحاته جاي من مكتب المدير الفني، زي ما عرفنا خلاص اكدنا ان في نظريه ان اللي بيخلص كوره بيروح يشتغل في البنك. فحسن شحاته طالع متضايق، وعصام الحضري واضح ان هو عمل ازعاج، فقال له خلاص اتفضل يا باشا الكوره، انا ما انا تبع. انا تبع الاعلان. واضح زي ايه يعني، حسن شحاته كان بيعامله اللي هو ايه، الكوره لو جت هنا تاني هفسيها. بص على وش عصام الحضري عامل ازاي. هو واقف يعني مستسلم تمام بيديله الكوره بعد. الراجل طلع من المكتب من جوه اللي هو انت بتعملوا ايه؟ يعني مش فاهم. هفسيها ازاي. فرح شهاده خالد بيبو قال لي طلع لي بقى العيال دي بره وشوط لي بقى الكلام ده، مش عايز اشوف البتاع. الموضوع اشبه من انه ايه، تعال نجيب شويه نجوم كوره كده ونحطهم في البنك، لان لازم يبقى الموضوع له علاقه بالبنك يعني. فهنصور اعلان ازاي ونشوف بقى. يعني هو غالبا ما كانش فيه ستوري بورد. طب عصام الحضري عايز يصد كوره، لا زنقوه في اي حته يعني، دخلوه شوفوا كده ايه. الراجل المذيع ده عدوه على الكرسي وخليه يعد فلوس، هو شكله ابن ناس كده فخليه يعد فلوس كويس. انا بحيي الايجنسي الصراحه ان هي عبقريه، عرفت تبيع الاعلان ده للبنك وعرفت تبيع لها الكامبين، فدي حاجه قويه جدا يعني. ان شاء الله اتمنى تكون الناس اتحركت وفتحت حسابات عندها. بس اشوفكم في اعلان تاني ان شاء الله.